مرحبا، يعطيكم ألف عافية. اليوم حأعمل معكم وصفة الجمبري بالخضار بالكيس مع بهارات الكاجن. هلأ بالبداية حنحتاج لذرة، طبعا الكمية اللي انتو حابينها، كمان لحبتين جزر، لحبتين بطاطا، وبعد هيك رح نسلقهم تقريبا 3/4 الاستواء. هلأ عملت هالخطوة لحتى إنه يكون مستوي الجمبري مع الخضار بنفس الاستواء. لو حطيت الجمبري بالأول حيكون مستوي هو لحاله، والخضار ما حتكون مستوية، فبيكون صعب إنه نشيلهم، فهيك إنه بتزبطوا الوقت والاستواء مع بعض. هون بعد ما يستووا الخضار والجمبري 100%، حنبلش إنه نرفعهم ونحطهم بوعاء. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات، وتضغطوا لايك على الفيديو. هون صار عندي هاي الكمية، فصلتهم عن بعض، وهلأ حنشوف كيف رح نحضر الصلصة. بالبداية ححتاج ل4 ملاعق كبار من الزبدة، ححط عليهم تقريبا 5 أسنان توم مقطعين كتير صغير. بعد هيك منضل نقلبهم لحتى أحس إنه التوم بلش بده ياخد لون بس ما تحمر. لبين ما يستوي التوم بالاستواء المطلوب، حنجيب برش ليمونة كاملة ونضيفهم على الخليط. هون ضفت ملعقة كبيرة من الكاتشب، وكمان احتجنا لملعقة كبيرة من صلصة البندورة الجاهزة، ونبلش إنه نقلب فيهم مع إضافة ملعقة كبيرة من بهارات الكاجن، وكمان رح أضيف من مية سلق الجمبري مع الخضار. طبعا هلأ يعني مع التحريك رح يبين معنا إنه حنحتاج كمية أكتر من المي أو لأ. هون رجعت ضفت تقريبا 3 ملاعق كبار من المي اللي سلقنا فيها، يعني تقريبا إنه كلهم مع بعضهم بيطلعوا 6 ملاعق كبار من ماء السلق. طبعا إنه ضروري إنه نحط شوية ملح، رش صغيرة، نص ملعقة صغيرة، ونص ملعقة صغيرة كمون، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ورجعت ضفت كمان شوية مي اللي هم عبعضهم بيطلعوا 6 ملاعق. هون صار عنا الصلصة جاهزة والخضروات مستوية، فرح أجيب كيس حراري للفرن، رح أحط فيه شريحتين ليمون، بطاطا، جزر، جمبري، ذرة، ورح أعمل كيس تاني بنفس الشكل، ورح أبلش إني أقسم الصلصة على الكيسين مع بعض. هلأ شوفوا بهالطريقة كيف رح أبلش إني أخلط المكونات مع الصلصة بالكيس، هيك حيكون أسهل علي بهالشكل. لحتى ما ينزل الكيس من الصلصة، رجعت حطيته في كيس تاني لحتى إني أضمن إنه يكون كل شي تمام، ورح أسكره. وبعد هيك منحطهم بصينية الفرن، ومنحطهم بالفرن تقريبا لمدة ربع ساعة لحتى يتسبكوا كلهم مع بعض ويتخلطوا مع بعض. طبعا هاي الوصفة حتحتاج لرز أبيض بجانبها. هون حنبلش إنه نفتح الكيس شوي شوي، طبعا لازم ننتبه من البخار اللي حيطلع منه. وهيك صاروا جاهزين. هلأ يعني هو أصلا بيتاكل من الكيس بهالشكل. وفي ناس كمان بيفردوا الرز بشكل أكتر من هيك، وبيحطوا الكيس يعني بيفرغوا الكيس على الرز نفسه. يعني صراحة لازم إنكم تجربوا هالوصفة، كتير كتير زاكية، إشي جديد وإشي سهل. يعطيكم ألف عافية، استنوني بفيديو جديد.